ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد بقى من سلسلة فيديوهات ترتيبات عيد ميلادي. الفيديو ده هو هنبدأ فيه بالدريسنج، الهدية اللي انا قلتلكوا عليها، الهدية اللي هجيبها لنفسي. هديتي الدريسنج. بصراحة اكتر حاجة هتفرحني هو الورق اللي ورايا ده، معمول من الاول، يعني انا عاملاه من الاول. كان اكتر حاجة عجباني عملتها في اوضة الدريسنج، اللي هو مطرقع كده مجنون. فده انا حباه، هخليه زي ما هو لسه جديد اصلا، وانا بحبه قوي، فهسيبه زي ما هو. دلوقتي اول حاجه انا عملتها في الاوضه ان انا بدات افضيها، وانا فضيتها خلاص كلها، بس فاضل فيها حاجات بسيطه هفضيها معاكم هوريكم بقى وفضيت الاوضه كمان التانية عشان احط فيها حاجات الدراسين، لان هي كتيره جدا. هوريكم منظر الاوضه بقت عامله ازاي، مخزن. ف هوريها لكم برضو بقت عامله ازاي. فاول حاجه هبدا بيها ان انا هفضيها، انا عايزه اشيلها خالص خالص، افضيها خالص وابدا بيها بقى من اول وجديد. وهقول لكم انا ناويه اعمل ايه، وفكروا معايا، وهوريكم بقى. امشوا معايا خطوه خطوه في الاوضه. تعالوا بس هوريكم الاول شكلها قبل ما افضيها. طبعا هو انا كنت كل شويه بغير نظام، فده كان نظام من ضمن اللي انا كنت عاملاهم، يعني انا كل شويه كنت بغير اماكن الحاجه. هنا كده بحط المكوه والمكنسه والشنطه بتاعت الجيم وكده. وهنا بقى كنت بص مخففة الهدوم قد ايه عليها، علشان العلاقات ما تتكسرش وتستحمل، فكنت بحط حاجات بسيطة جدا. ودي بنطلوناتي كنت حطاها فوق شنطة السفر، مطبقاهم بالشكل ده. ودي طبعا الجزامة دي مش بتاخد الشوزات العالية، فكنت حطاها على جنب في الأرض. ودي الشنط. يعني فاهمين، كنت عاملاها كده في الأول، اللي هو بمشي حالي بس كده في الأول، عشان الدنيا زنقت معايا والوقت زنق معايا. فكنت فرشاها فرش مؤقت كده لحد ما اشوف انا هقسمها ازاي وهجيب فيها ايه والكلام ده. وهنا بقى الطرح بتاعتي وكده، ودي الاكسسوارات كنت حطاها مؤقتا. انا هنا بحط الايس كابات، لكن ده مش مكانها. انا كنت حطاها مؤقتا كده بجرب شكلها بس كده. فكانت فراغ. بصوا هنخش بقى الاوضه دلوقتي، ما تتخضوش بس من المنظر. دي الاوضه اهي، فضيت تماما اهو، فيها بس حاجات بسيطة. يعني دي فازة بتتحط بتاعت السفرة اصلا، مش هنا. دي بقى شوية الحاجات اللي وقعت من الحاجات وانا هشيلها طبعا. دي شوزات بتاعتي، بتاعت الشوزات السواريه. دي باقي الحاجات. الشنط دي هتتشال برضو. شلت الجزامة اللي كانت هنا، شلت الحاجة اللي كانت هنا. ودي طرح هتتشال، كل ده هيتشال. ودي مراية هاي. المراية دي انا كنت حطاها هنا، شلتها جبتها هنا لحد ما اشوف هوديها فين، علشان انا خايفة انقلها من مكانها بصراحة، علشان خايفة عليها تتكسر. هي عايزة تتمسح طبعا. ودي الارض طبعا عايزة تتظبط كلها. بقيت الأوضة مهجورة، يعني طبعا السجادة دي انا هشيلها خالص عشان ما تتبهدلش. هكنسها كويس واشيلها. والحاجات دي بالونات وحاجات، وبقية الحاجات دي كلها طبعا هتتشال. شوف ايه اللي عايز يترمي وهرميه، والحاجات دي كلها هتتشال. والدنيا هتفضى خالص. الحاجات اللي على الحيطة دي هتتشال. تقسيمتها طبعا انا هجيب المراية هنا هرجعها تاني. انا كنت كل شوية بغير نظام الأوضة، يعني وانا بوريك الفيديو الأوضة وانا مرتباها كانت بنظام، ولما شلت الحاجة اخر حاجة كانت بنظام تاني، بس ما صورتهوش. فهي كل شوية كنت بغيرها، اجيب ده هنا وده هنا وده هنا، يعني كل شوية كنت عاملة لها نظام. يعني في الاول خالص كنت حاطه الشمعات هدومي هنا،
وكنت حاطه المرايه هنا زي ما هي كده، وجنبها الطرح والايس كابات وكده عشان يبقوا جنب المرايه. وهنا كنت حاطه شنط السفر ومعرفش ايه والحاجات دي. بعد كده غيرت وحطيتها هنا الشماعات، حطيتها شويه زي ما شفتوا في الفيديو. وقبل ما اشيل خالص كنت حاطه هنا الشماعات بتاعه الهدوم والشوزات هنا، والمرايه كنت حطاها هنا. فكل شويه كنت بغير في الاوضه عشان اوصل لاحسن نظام، وما كانتش عجباني. وخلاص بقيت الشماعات مش قادره تشيل هدومي خلاص، لانه هدومي كتير زي ما قلت لكم. وانا عايزه افضل محافظه على النظام اللي انا عاملاه، ان هدومي كلها تبقى بره، مش حاطه حاجه تحت سراير او حاجه. وان هي ابقى سايبه حسب، يعني احنا مثلا في الشتاء ابقى سايبه هدوم الشتاء في الدريسنج، والصيفي والبيتي في الدولاب. النظام ده مريحني جدا وحباه جدا، فمش حابه ان انا اغيره، فحابه ان انا اعدل بقى في الدريسنج عشان يشيل حاجتي. ده اسمي عادي. هوريكم بقى الشماعات. بصوا انا جيت لكم اهو في الاوضه التانية. بصوا الشماعات انا حاطه عليها كام حاجه بس علشان تقدر تشيلهم وشايلاهم بالعافيه. يعني كام جاكيت بس، وبقيت حاجتي مكبساها في الدولاب مش عارفه احطها فين. الدولاب مش مكفيهم. ودي الشماعه التانية بصوا اتكسرت. بصي بنطلوناتي كلها محطوطه تحت الزاي. ودي حاجات شغلي. فاللي هو يعني بصوا بنطلونات كتير، شايفين بنطلونات كتير بصراحة. فمجرد ما اخد بنطلون اطلع بنطلون، الحاجات دي كلها بتتبعتر على الارض. بصوا اتكسرت ازاي اهي، اتكسرت وصلحتها كذا مرة. هي دي اللي بتتكسر، اللي ماسكة الشماعات ببعض، دي اللي بتتكسر. ما بتستحملش طبعا لان هي اصلا بلاستيك، فما بتستحملش تقل الهدوم. لان انا زي ما قلت لكم هدومي كتير، فبقيت بنطلوناتي على الارض ومش مستحمله، وحاجه اخر ضياع. فزي ما قلت لكم بقى لازم اغير الدريسنج خالص. انا بقى بفكر في ايه، بفكر ان هنا هجيب المرايه، وعايزه اعمل لهم رفين كده عشان احط عليهم كريماتي وميك اب وكده ويرملي الدنيا. عايزه اجيب وحده ادراج، عايزه اجيب دولاب لشغلي، عايزة اعمل للشوزات حاجة، عايزة اجي اعمل بقى دريسنج على الحيطة دي كلها. فهنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا بقى معايا الأوضة التانية منظرها بقى عامل ازاي. بقت مخزن حرفيا، يعني انا شلتها كلها اصلا وحطيت فيها حاجات الدريسنج. بصوا الدريسنج كان فيه كمية حاجات قد ايه. انتوا لما شفتوه كان ما كانش لسه فيه الحاجات دي كلها. وحاجات شغلي كمان، كنت جبت حاجات كتيرة قوي لشغلي. يعني الحاجات اللي ورا دي كلها حاجات شغلي اللي في الكياس دي كلها خامات وكده. فلازم اعمل الدنيا بسرعة جدا علشان انا كده عندي القطين بايظين، يعني القطين رايحين في داهية. يعني دي كمان كده اتلغت خلاص، مش هعرف اخشها. بس كده طبعا انتوا شفتوا الأوضة لا يرثى لها بصراحة. فأنا حسيت ان دي أكتر حاجة هتفرحني، ودي هتبقى أنسب حاجة ان هي تكون هديتي لنفسي في عيد ميلادي، ان انا اعمل الدريسنج. اكتر مكان بحبه في الشقة. ان انا اوضبها بقى زي ما انا عايزة، وان انا اركز بقى في التفاصيل، وكل حاجة اعملها بتفاصيلها وبشكل كده يكون حلو بنوتاتي وبتدلع كده. فانا دلوقتي خلاص قررت هعمل ايه في الاوضه، وخططت كل حاجه هعمل عليها ايه، وشفت ايه اللي ناقصني وايه اللي محتاجاه. واوريدي اصلا بدات، فادعوا لي ان انا اكملها على خير. وطبعا انتوا هتبقوا معايا خطوه بخطوه في الحاجات اللي انا هعملها دي. وقولي لي رايكم برضو لو اي حد عنده اي اقتراح. وهوريكم طبعا اول باول انا بعمل ايه. اول حاجه عملتها ان انا طلبت اونلاين وحده ادراج، شفتها عجبتني. ولما تيجي برضه هوريها لكم عشان تقولوا لي رايكم. طلبتها اونلاين ومستنيه ان هي تجيلي. ولسه بقى كل ما اطلب حاجه او اعمل حاجه في الاوضه هوريها لكم لحد ما نوصل للشكل النهائي مع بعض. باي باي.